حضرتك بتقول هما قالوا افريقيا، ماشي مين واخد افريقيا؟ اكيد الاهلي كده يخش. انا متذكر الاهلي بعيد، دعوه ما بالاهلي. بتكلمش على الاهلي. اتكلم احنا دلوقتي بنتكلم الاهلي عن اخر 10 سنين اكتر فرقه واخده دوري هو دلوقتي الابطال. بيتكلم على الترجي ترجي وداد وصن داونز والزمالك. اكيد فرقه منهم هتبقى اوحش من الزمالك. انا متاكد. ثواني، هل هو قال لك بطولات القاريه القانون عشان تخش كاس العالم؟ ماليش دعوه بالقانون، انا بتكلم ان القانون اصلا غلط. هو القانون ايه؟ القانون اصلا ما يقولش ان انت تشتري زيزو قبل ما الزمالك يخلص معاه. القانون يقول لكم انتوا اتسحبتوا تخصم منكم 6 زيزو ده موضوع تاني. القانون ده مش زيزو ده هتكلم جالكوا فيه. في- بص انا مش إدارة هتكلم في عيب القانون، وغلطانة، مالناش انا مش دعوة. هتكلم في القانون. انا بقول لك القانون غلط ليه؟ بالورقه والقلم انت بتتكلم فرقه مكسره الدنيا على مستوى القاره اللي هم مين؟ الاهلي رقم 1 يا عم مش مشكله، وبعده بصرف النظر عن كده بعده 3 4 فرق صح؟ اكيد الزمالك واحد من ليه الزمالك ده ما بيخشش افريقيا عشان يخش اصلا؟ ايه افريقيا؟ ما انا بقول لك ما افريقيا دي زي الشامبيونز انت ليج. جامد وخدت افريقيا وانا جامد وانا تعبان خدت الكونفدراليه. طبقنا البست، لعبنا ايه؟ سوبر افريقيا. عملت فيك ايه؟ ده ماتش واحد. لا اله الا الله، مش عمال كسبتك؟ الله يا جدعان. طب ما احنا ما تكسبني. طب ما اقول لك حاجه يا عم، ده مش ماتش، ده مش ماتش، ده شوط. ده شوط. كسبني على كسبك يعني، ما اقصدش اكسبني. اكسبك. انت خدت الدوري الابطال الجامد اللي ما فيش منه اتنين صح؟ وانا خدت الكونفدراليه التعبانه اللي هي بتاعت الثالث والرابع. لعبنا طبقنا البست ده ماتش واحد، فاكسبني الماتش. طيب ماتش واحد يكسبوني. حسب بقى يعني ظروف، يعني مش كل ماتش هكسب الكوره، مكسب وخساره، مش كل ماتش هكسب.